خريج من شباب محافظة الديوانية بيع شهادته الجامعية بمبلغ 3 ملايين دينار، مؤكدا أنها تساوي أكثر بكثير بعد أن عرضها للبيع في مزاد علني عبر مواقع التواصل الاجتماعي احتجاجا على تفاقم أزمة البطالة. ويعمل يوسف خريج كلية الإدارة والاقتصاد يعمل نادلا في إحدى المقاهي بعد أن تقطعت به السبل للحصول على فرصة عمل. حسين الخزعلي والتفاصيل. حيث تنتهي مراحل الدراسة الجامعية الأولى، تبدأ آمال الخريجين لترسم على لوحة الخيال صورة حلم جميل لما بعد التخرج. وهذه الصورة جسدها الشاب يوسف الرماحي من محافظة الديوانية الذي يحمل شهادة البكالوريوس من جامعة القادسية، حيث أقدم على عرض شهادته في المزاد العلني عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد فقدانه الأمل بحصوله على فرصة التعيين. جاءت الفكرة وأقدمت على هذا الفعل، هو عرض شهادتي في مزاد علني على مواقع التواصل الاجتماعي، كان أبرزها في الفيسبوك. جاءت الفكرة لعرض حالة هي ليست خاصة، إنما هي حالة عن معاناة ومشاكل وما يمر به كل الشباب العراقي. بيع الشهادة هي شهادة حق فكري خاص بالشخص، لا يمكن بيعها، لكن يجب إيصال فكرة عن طريق وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. وبالرغم من أن هذه الخطوة التي أقدم عليها يوسف لم تأتي إلا بما لا تشتهي السفن، إذ أصبح هذا الشاب محاربا ومطاردا في رزقه، مما جعل أغلب شباب المحافظة من شريحة الخريجين العاطلين عن العمل يبادروا مع هذا الشاب إلى عرض شهاداتهم للبيع بعدما يأسوا من المناشدات المتكررة بتحقيق طموحاتهم المشروعة. يوسف كان يعمل بعدة كوفي شوبات، حورب حتى في رزقه في الكوفي شوب اللي يعمل به، لأنه صار يوسف معروف سياسيا والإعلام بدأ يلتقي به، وبدأ حتى ما يقدرون يشغلونه، يعني صار يوسف مشكلة. لا أسمح الأمر هكذا، أنا حتى مثل أسوي أبيع شهادتي، لأن ما شفت شهادتي، أنا ذيك ويا شهادتي معلقة بالحياة، يعني حريمات أنا تعبت وخلصت وقتي وبذلت من مالي، وأهلي تعبوا علي، آخر شيء أحصلها الشهادة أصفطها. انتشار ظاهرة بيع الشهادات الجامعية في الديوانية تشير إلى مستقبل مجهول يهدد شريحة الخريجين الذين ذهبت أحلامهم أدراج الرياح. من مدينة الديوانية حسين الخزعلي، الشرقية نيوز. انتقد سكان مدينة الفلوجة بمحافظة